الفيديو طلب مني كتير، وخصوصا اللي عاملين تلقيح صناعي والحقن التفجيريه، طبعا لانها كلفت كتير بالنسبه ليهم، فالحمل عزيز وغالي جدا. فطلبوا مني ان انا اتكلم على حمل التوأم عشان يعرفوا ايه اللي ممكن يعملوه في الفتره دي، وايه المتابعات اللي هو ممكن يعملوها عشان تمر فتره الحمل بسلام والاجنه تتولد اصحاء ان شاء الله. هو طبعا بيتصنف اللي هو حمل عالي الخطوره، بس مش عشان يقلق ده، بس عشان تبقى المتابعه دقيقه ومكثفه. دي حلقه خاصه جدا ومميزه. حضري كوبايه الشاي بتاعتك او كوبايه العصير وتعالي احكي لك على كل حاجه عن حمل التوأم. اولا مبروك الحمل بتوأم، وانا عارفه ان دي طبعا بتبقى فرحه مضاعفه، بس لازم تعرفي ان مملكه التوائم دي بيبقى ليها قواعد خاصه غير قواعد الحمل العادي، وفي اسرار كتير الدكتور يمكن ما بيلحقش يقولهم لك في العياده، فانا هكلمك عليهم دلوقتي واقول لك عليهم. هكلمك على اهم واخطر 3 اسرار. اول سر لازم تعرفيه، لازم تعرفي كويس قوي اذا كان التوأم ده مشتركين في مشيمه واحده ولا كل واحد منهم في مشيمه، لان ده اول سر ممكن ما يقولكيش عليه الدكتور. لان التوأم اللي بيكونوا بمشيمه واحده في حاله اسمها تبادل الدم ما بين التوأمين او سرقه الدم بين التوأمين. في واحد منهم بيسرق الدم من التاني، واحد بيتبرع بالدم بتاعه للتاني، فبتلاقي واحد بيبقى جسمه ضعيف وعنده فقر دم وحجمه صغير، والتاني بيبقى حجمه كبير وعنده زيادة في سوائل الدم ودمه بيبقى اكتر. عشان كده لازم تعملوا سونار كل اسبوعين في الحالة دي. وعشان تفهمي بس اللي انا بقوله او تفهمي مملكة التوائم، لازم تعرفي ان في نوعين من التوائم. في توائم متطابقة وفي توائم غير متطابقة. الغير متطابقة بيبقوا 2 حيوان منوي لقحوا 2 بويضتين، فلما بيدخلوا الرحم كل واحد منفصل عن التاني تماما، يعني كل واحد ليه المشيمة بتاعته وليه الكيس اللي هو فيه. دول ممكن يكونوا جنس واحد، يعني ال2 ولدين او بنتين، او ممكن يكونوا بنت وولد. ولما بيتولدوا حتى لو هما 2 مثلا جنس واحد ولدين، ما بيبقاش شكلهم متشابه خالص، بيبقى كل واحد شكله مختلف زي الاخوات العاديين. لكن في التوائم المتطابقة بويضة واحدة اتلقحت بحيوان منوي واحد وحصل الانقسام، وسر التطابق ده بيكون في توقيت انقسام الخلية. يعني لو حصل الانقسام اول 3 ايام بيبقوا مشيمتين وكيسين منفصلين، يعني كل جنين لوحده، بس برضه بيبقوا متطابقين شبه بعض بالظبط، لان هم خارجين من حيوان منوي واحد، نفس الكروموسومات ونفس الجينات، بيبقوا شبه بعض بالظبط، بس كل واحد ليه المشيمه بتاعته والكيس بتاعه. وده بيبقى اقل نوع في المخاطر. ولو الانقسام حصل في اليوم من اليوم الرابع لليوم الثامن، بتبقى المشيمه واحده زي ما هي، بس الكيسين بيكونوا مختلفين، يعني بيبقى الاثنين مشتركين في مشيمه واحده. وده الشائع، معظم حالات حمل التوائم بيبقى بالشكل ده. ولو